السلام عليكم حبيباتي، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم على قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وهذا الفيديو يلقاكم باحسن احوال ان شاء الله. كما راكم تشوفوا يعني بعد غياب طويل عاودت ورجعت لكم. اسمحوا لي بالبزاف، الله غالب يعني لظروف. راح نشارك معكم يعني اليوم وصفة تاع كعكة عيد ميلاد، يعني كنت خدمتها للأم ديالي وحبيت نشاركها معكم يعني بكل التفاصيل، باش هكا يعني تقدروا كامل يعني ديروا كعكة هكا تفرحوا بها وليداتكم. دونك حبيباتي هنايا في ريسيبيو كنت درت 6 حبات تاع البيض، درت عليهم قرصة تاع الملح ودرت عليهم يعني ملعقة هكاك صغيرة تاع لافاني باش يعني ما تجيناش هذيك الريحة تاع البيض. ندرب بالباتور يعني كامل هذاك البيض ديالي كيما راكم تشوفوا، وراح نضيف عليهم حوالي 200 غرام تاع السكر يعني عادي. نقعد نضيف فيه تدريجيا وراني نطلع بالباتور يعني حتى يطلع هذاك البيض ديالي كيما راكم تشوفوا، يعني نتحصلوا على هذا القوام يعني اون موس هكاك كيما راكم تشوفوا، يكون قوام رغوي ويكون كثيف. وفي ريسيبيو هنا كنت خلطت جميع المكونات، يعني كنت درت 3 ملاعق يكونوا كبار تاع الكاكاو، بما انه راح نديرها في الشوكو يعني كنت درت 3 مغارف يكونوا كبار تاع الكاكاو، ودرت 150 غرام تاع الفارينة، ودرت يعني على راس المغرفة تاع خميرة الحلوى كيما شفتوا معايا. يعني درتهم هنا كامل خلطتهم في ريسيبيو باش نديرهم كيما راكم تشوفوا الطريقه. يعني راني فرغت تدريجيا في هذيك الفارينه والمكونات الباقيه، وراني يعني من الفوق للتحت بلا ما نهبط هذيك لاباغي ديالي، يعني غير بالعقل كيما راكم تشوفوا. مامتو راني نفتح في هذيك الفارينه ديالي كيما راكم تشوفوا باش ما تتحببش معايا. هنايا بعد ما كملت كنت درتها في سنيوه كيما راكم تشوفوا كبيره، وكنت شعلت الفور تاعي من قبل على درجه حراره 180. ندخلها ونخلي هذيك البسكويت تاعي يطيب براحته، يعني كي نشوفه طاب من تحت وتحمر لي راح نشعله من الفوق ونخليه يطيب كيما راك تشوفوا. هنا راح يشد وقت كبير في الطياب، مده الطهي تاعو واحد 15 دقيقه هكاك. وهنايا بالنسبه لهذا المقطع كان راح لي يعني كنت خدمت لاكرام موسلي يعني لاكرام باتيسيا، ومن بعد تيك يعني ندخل عليها هاد الزبده. كنت درت 3 حبات تاع البيض، درت ريتله تاع حليب، وكنت درت 50 غرام تاع مايزينا، ودرت 150 غرام تاع السكر كما راكم تشوفوا. يعني ندير كميه تاع الحليب وندير 3 حبات تاع البيض، نفتحهم يعني يكون دافي، والباقي راح نحطه فوق النار ونخليه يدفى. من بعد راح نفتح يعني هذيك 3 حبات البيض مع هذيك المايزينا والسكر نفتحهم مليح كما شفتوا. ومن بعد نضيف عليهم هذيك الريتله يعني الباقيه تاع الحليب، نحطهم على كسرونه ونقعد يعني بالعقل نخلط فيهم. كي تشوفوا الكريمه تاعكم عقده ديروها في ريسيبيون، خلوها تبرد وغطوها بكيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا، لا بابي فيلم. المهم باش ما تديركمش هذيك الطبقه، حطوها في فريجيدر وخلوها تبرد. من بعد خرجوها ضربوها بالباتور كي تبرد وضيفوا لها هذيك الزبده، يعني كما قلت لكم انا درت زبده اوبلين يعني بزاف هايله، القوام تاعها بزاف هايل. ونخلطوها كما راكم تشوفوا بالباتور حتى تطلع معايا. يعني انا استعملت علبه كامله اخذت لي هذه الكميه. هنا بعد ما طابت لي الفايه تاعي تاع البسكوي كما راكم تشوفوا راني ندير في المونتاج، راني ندير في هذيك الكريمه يعني نشرب بالشربات، يعني شربات عادي خدمتها، درت كيلو تاع السكر مع تروحي حتى ريتله ونص حتى 2 ريتلات تاع الماء وتخليهم يعقدوا مده 10 دقائق. ويعني كنت شربت الفايه تاعي الاولانيه، درت الكريمه ديالي ونكملوا كامل الطبقات. يعني كنت انا هنايا فخسيتها بالفريزه، درت الفريزه، درت الجوز كنت فتتو، ودرت كميه تاع الشوكولا كيما تقدروا تستعملوا توفيا يعني نتوما واش كان متوفر عندكم. هنايا كنت كملت كامل الطبقات تاعي يعني طبقه بطبقه نشرب وندير هذيك الكريمه تاعي. بعد ما كملتها كامل غلفتها يعني بهذيك الكريمه وحطيتها يعني نحطها في الثلاجه.
كيما راكم تشوفوا هنا راني نقطع في هذوك لي شوت يعني الاطراف باش نسوي الخبزه ديالي، ونكمل نطلي كامل هذيك الكريمه ديالي يعني في الاطراف، نغطيها ونحطها في الثلاجه يعني حتى تحكم روحها. هذيك الكريمه كامل راك خمسلي نتاعي اللي درتها يعني تحكم روحها في الثلاجه باش نقدر ندير الكريمه تاع الشونتي، يعني باش كي ندير لا كريم شونتي من الفوق ما تطلعليش هذيك الكريمه مع لا كريم شونتي. هنا كما راكم تشوفوا نحطها في الثلاجه ونخليها يعني حتى وين تحكم روحها تماما، ونعاود نرجع معكم. هنا بعد ما بردت لي الكريمه تاعي هذيك، هنا كنت طلعت لا كريم شونتي، يعني هنا كنت ما حبيتش نصور لكم يعني لا كريم شونتي كامل نعرفوا نطلعوها. كنت درت كاس تاع حليب بارد، ولا تقدروا ديروا بالماء يكون بارد، المهم يكون بارد. وكنت درت كاس تاع الشونتي، يعني انا الكاس تاع الشونتي توجور نقص منه شويه، يعني ندير قيس ناقص صباع هكاك باش تطلع معايا الكريمه، خصوصا اذا كانت النوعيه تاع الكريمه يعني ماشي مليحه. هنا نطلي كامل بلاك خام شونتي، يعني كنت استعملت فيها الذوق تاع الكراميل تاعني هذيك لاك خام شونتي، يعني كي الكريمه الدخلانيه تاع موسلين كي لاك خام شونتي كنت درت لهم الذوق يعني الكراميل. كما تعرفوا ذوق الكراميل يتماشى بزاف مع الشوكولا. وبالنسبه يعني التزيين من الفوق كما راكم تشوفوا هنايا كنت استعمل هاد الشوكولا خدمتها في الدار. كما تقدروا يعني تشروا شوكولا من برا تذوبوها ولا ديروها، يعني لكم الاختيار. انا هنا كنت درت كاس تاع السكر مع نص كاس تاع الزيت، ودرت معاهم يعني 3 مغارف تاع الكاكاو، حطيتهم فوق النار وخليتهم يعني يغليوا حتى يذوبوا كامل هذوك المكونات. ضفت لهم نص علبه تاع شوكولا، يعني نوعيه شوكولا اللي حبيتوها انا يعني المهم استعملوا شوكولا بالحليب باش يعني تجيكم احسن القوام تاعها. كيما راكم تشوفوا هنا تحصلت على قوام تاع الشوكولا بزاف هايل، يعني جاي كلاسي كيما راكم تشوفوا. زينت به الكيكه تاعي يعني في الاطراف، هنا التزيين كيما حبيتو. انا هنايا كنت درت في الطرف هكا شوكولا، وكنت درت باللابوشادوي هذيك شبحت كامل الاطراف هادوك كيما شفتوا معايا، وفي الوسط يعني فرغت باقي هذيك الشوكولا باش نتحصل على الوجه اللامع للشوكولا، يعني كعكة بسيطة. وهنا تزيين يعني زينو باش حبيتو. كما شفتوا هنايا بنتي كانت هبلتني طفي لي في الضوء. المهم كيما راكم تشوفوا ندير هذيك الشوكولا على الوجه هذاك ونليسيه بواسطه ملعقه هكذا كامل زي الحكام من هذوك الاطراف. كما قلت لكم هنا التزيين واش حبيتو، يعني انا كانت ما كانش عندي يعني ديكور في البيت، يعني غير واش كان متواجد عندي زينت به تزيين بسيط وخرجت يعني ما شاء الله، وما كانش قد السامبل يعني خرجت تحفه. الصح كامل يعني في البنة كانت عجبتهم، يعني جات مشربة خصوصا يعني الكيكات. الكيكة إلا كانت ديكور وشابة ومن الداخل يعني ماشي مشربة، يعني ماهيش كيكة صح كامل. يعني أكدوا شربوا الكيكة تاعكم مليح باش هكا تجيكم مشمخة وتجي يعني بنينة. كما شفتوا معايا قلت لكم انا هنا كان عندي ديكور، كنت درت هذوك الفراشات يعني كانوا عندي متواجدين عندي. كنت درت قطع تاع الشوكولا زينتها يعني تزيين بسيط. كنت درت عندي الفريزه يعني اللي كنت حبيبات خليتهم يعني للتزيين ولا حبيبات الباقيين كنت فاخسيت بهم من الداخل الكيكه ديالي. يعني راح تشوفوا معايا الشكل النهائي للكيكه. هذا مكان ليسونسيال يعني فرحتها يعني بحاجة بسيطة هكا. يعني هنا راني نأكد ونعاود نسوي كامل الأطراف. قلت لكم هنا كانوا عندي حبيبات تاع الفريزة كما شفتوا معايا، شبحت بهم يعني في الكوتي على 4 جهات. كنت قطعتهم كما راكم تشوفوا وحطيتهم، يعني ملأت كامل الفراغات تاع الكيكة ديالي.
وكانوا عندي حبيبات تاع الجوز كنت درتهم تانيت، ودرت هادوك قطع تاع الشوكولا، كانوا عندي هاد الفراشات تاع الورقة كيما راكم تشوفوا راهم يتباعوا عند اللي يبيع لوازم الحلويات يعني. وفي الوسط كنت راح ندير هذيك تاع هابي بيرثداي يعني. كنت ما لقيتهاش للاسف، كان يوم الجمعة والحلات مغلوقين، كنت حابة نديرها في الوسط. المهم هذا هو يعني، كانت خرجت شابة بزاف، نتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ما تنسونيش نتلاقاو في فيديو اخر. سلام.